أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت. في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق جدا وبالذات لفانز ومحبين العالم السحري، والموضوع ده هو مين كان ممكن يبقى الولد المختار بدلا من هاري بوتر. طبعا كلنا عارفين هاري بوتر، بس عمركم فكرتوا ان نيفل لونج بوتوم كان ممكن يكون مكانه؟ النهاردة هنتكلم عن الأسباب اللي تخلي نيفل يستحق اللقب ده. في الفيديو ده قسمنا الأسباب لحاجتين: الأسباب المؤكدة اللي معتمدة على اللي حصل في القصة، والنظريات القوية اللي جاية من أفكار الناس اللي درسوا السلسلة وحللوا الأحداث. كل مجموعة ليها أسبابها وهنتكلم عنهم عشان نفهم أكتر ليه نيفل كان ممكن يكون هو المختار. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تضغطوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. Correct. Come. Particularly nasty. طيب نبدأ بأول سبب من الأسباب المؤكدة، وهو إن النبوءة تتطابق مع نيفل. النبوءة اللي قالتها السيدة تريلوني كانت مهمة جدا في تحديد الولد المختار، وده بسبب أوجه التشابه الكبيرة بين هاري بوتر ونيفل لونج بوتوم. النبوءة نصت على إن الشخص اللي عنده القدرة على هزيمة فولدمورت هيكون مولود في نهاية شهر يوليو، ومن والدين تحدوا فولدمورت 3 مرات. هنا بنلاحظ إن الشرط ده بينطبق تماما على نيفل وهاري، الاتنين مولودين في نهاية شهر يوليو، وهاري اتولد في 31 يوليو ونيفل في 30 يوليو. النقطة التانية المهمة في النبوءة هي إن الولد المختار هيكون ابن الأبوين واجهوا فولدمورت 3 مرات ونجوا من تحت إيده. عائلة بوتر اللي هم جيمس وليلي واجهوا فولدمورت في عدة مناسبات، وفي نفس الوقت عائلة لونج بوتوم اللي هم فرانك وآليس لونج بوتوم كانوا من أشهر أفراد جماعة العنقاء، وقاتلوا ضد فولدمورت وأكلة الموت. وده كمان بيثبت إن النبوءة كانت بتشمل نيفل زي ما كانت بتشمل هاري. دي كلها أوجه تطابق أساسية بين الشخصيتين اللي كانت ممكن تخلي نيفل يبقى هو الولد المختار. لولا التداخلات اللي حصلت بعد كده في القصة، النبوءة ما كانتش واضحة بالشكل اللي يخليها تقتصر على هاري بس، بالعكس كان في مجال إن نيفل يكون هو الولد المختار بنفس القوة اللي كانت لهاري، بناء على الظروف اللي جمعتهم زي ما اتضح في نص النبوءة وشرح تفاصيلها. في النهاية تريلوني ما كانتش بتحدد طفل بعينه، لكنها كانت بتصف مجموعة من الشروط اللي بينطبقوا على الاتنين. السبب التاني من الأسباب المؤكدة هو أن الاختيار كان بإيد فولدمورت. اللي بيأكد أهمية النقطة دي هو أن النبوءة ما كانتش بتقول مين تحديدا هيكون الولد المختار، لكنها كانت بتسيب مساحة للاختيار. لما فولدمورت سمع جزء من النبوءة كان عنده اختيار بين طفلين، يا إما هاري بوتر أو نيفل لونج بوتوم. وهنا بيظهر دور فولدمورت في تحديد المصير، لأن النبوءة قالت إن الشخص اللي يقدر يهزمه هيكون من الاتنين دول، لكن فولدمورت هو اللي حدد مين الطفل اللي هيفرض عليه تهديد أكبر. فولدمورت كان دايما بيشوف في هاري تهديد أقوى، لأنه نص ساحر ونص مولود لعائلة عادية، وده بيشبه بشكل كبير حياته الشخصية. من هنا فولدمورت قرر إنه يبدأ بهاري بدل نيفل، معتقدا إن هاري هو اللي كان ممكن يقف في طريقه. وده بيوضح إن النبوءة مش بس كانت بترسم الطريق، لكنها كانت بتدي حرية الاختيار لفولدمورت، والاختيار ده هو اللي صنع كل الأحداث اللي حصلت بعد كده. لو كان اختار نيفل بدلا من هاري كانت الحكاية كلها هتتغير، ونيفل كان ممكن هو اللي يتحمل مسؤولية إنه يكون الولد المختار. السبب الثالث من الأسباب المؤكدة هو نقاط القوة الخفية لنيفل. في بداية السلسلة نيفل كان دايما بيظهر على إنه ساحر ضعيف أو غير موهوب، وكان بيتعرض للسخرية من زمايله بسبب نسيانه المستمر وعدم ثقته بنفسه، لكنه على مدار الكتب قدر يثبت إنه مش بالسوء اللي كان الناس متخيلينه. واحدة من أهم اللحظات اللي أظهرت قوته الداخلية كانت في الجزء الأخير، لما تصدى لفولدمورت وأكلة الموت داخل هوجورتس، وده بعد ما بقى قائد لمجموعة المقاومة في غياب هاري ورون وهيرمايوني. التحول اللي حصل لنيفل بيبين انه كان عنده القوة الكافية عشان يكون الولد المختار لو الظروف كانت مختلفة. نيفل مش بس اكتسب مهارات قتالية واصبح شجاع بشكل واضح، لكنه كمان اظهر ولاء كبير لاصدقائه واستعداده للمخاطرة بحياته من اجل تحقيق النصر ضد فولدمورت، حتى انه في النهاية كان هو اللي قضى على ناجيني الثعبان اللي كان هوركروكس اساسي لفولدمورت، وهي خطوة حاسمة في هزيمته. وده بيأكد ان نيفل رغم البداية البطيئة كان عنده الامكانيات انه يكون البطل في النهاية. فولدمورت اختار هاري، لكن نيفل اثبت ان عنده قوة داخلية عظيمة تخليه مؤهل للقب الولد المختار.
وبكده نكون خلصنا الأسباب المؤكدة اللي بتوضح إزاي نيفل كان ممكن يكون الولد المختار من خلال الأدلة اللي جت في القصة نفسها. لكن دلوقتي هننتقل لجانب تاني من الموضوع، وهي النظريات القوية. دي النظريات اللي استنتجها المعجبين والمفسرين بناء على تفاصيل صغيرة وأحداث جانبية في السلسلة، واللي ممكن تفتح أبعاد جديدة لكيفية تخيلنا لدور نيفل كمختار محتمل. يلا بينا ندخل في أول نظرية. Don't be such a wimp, Longbottom. Okay. أول نظرية من النظريات القوية هي صلابة نيفل رغم معاناته. نيفل من بداية القصة كان بيعاني بسبب الوضع الصعب اللي عاشه مع عيلته. والديه اللي كانوا سحرة شجعان من جماعة العنقاء اتعرضوا لتعذيب شديد من قبل أكلة الموت باستخدام تعويذة كروشيو لحد ما فقدوا عقلهم تماما. نيفل كبر وهو عارف ان والديه على قيد الحياة لكنهم مش قادرين يتعرفوا عليه، وده كان بيمثل عبء نفسي ضخم عليه. على الرغم من كل ده نيفل ما اتكسرش، بالعكس قدر يصمد ويثبت قوته الداخلية. الناس دايما بتشوف هاري على انه شخصية تراجيدية عشان فقد والديه وهو طفل، لكن لو ركزنا في نيفل هنلاقي ان معاناته مختلفة وممكن تكون اصعب، لانه كان بيزور والديه في مستشفى سانت مونجو وكان بيشوفهم دايما من غير ما يقدر يتواصل معاهم. ورغم كده نيفل استخدم ده كحافز عشان يبقى اقوى ويقدر يثبت نفسه في النهاية. الصلابة دي اللي بيتمتع بها نيفل هي اللي كانت بتدعم النظرية دي، وبتخلي الناس تفكر انه كان ممكن يكون الولد المختار بناء على القوة النفسية الكبيرة اللي عنده. النظرية التانية من النظريات القوية هي سلاح نيفل، سيف جريفندور. واحدة من أقوى اللحظات في سلسلة هاري بوتر هي لما نيفل سحب سيف جودريك جريفندور من قبعة الفرز في معركة هوجورتس. السيف ده مش بس بيظهر لأي حد، لكنه بيظهر فقط للسحرة اللي يستحقوه ويمتلكوا شجاعة جريفندور. لحظة سحب نيفل للسيف وقطع راس ناجيني كانت لحظة حاسمة جدا في هزيمة فولدمورت، لأنه خلص العالم السحري من آخر هوركروكس موجود. النظرية هنا بتقول إن السيف بظهوره لنيفل بيأكد إنه كان يملك نفس الصفات اللي بتؤهله ليكون الولد المختار، زي الشجاعة، الولاء، والقوة. وده بيبين إن نيفل مش بس كان فرد عادي في المقاومة، لكنه كان عنده القوة الكافية إنه يواجه فولدمورت بنفسه. سيف جريفندور كان دايما رمز الشجاعة النقية، وظهوره لنيفل بالتحديد في اللحظة دي بيعتبروا البعض تأكيد على إنه كان يقدر يلعب دور أكبر، حتى ربما دور الولد المختار نفسه لو كانت الظروف اختلفت. النظرية الثالثة من النظريات القوية هي الدور المستقبلي لنيفل في إعادة بناء العالم السحري. في نهاية السلسلة نيفل مش بس لعب دور في هزيمة فولدمورت، لكنه كمان أثبت نفسه كقائد وعضو مهم في إعادة تنظيم العالم السحري بعد انتهاء الحرب. بمرور الوقت نيفل بقى أستاذ في هوجورتس لتدريس مادة علم الأعشاب، ودي مش وظيفة عادية، بل بتدل على إنه استمر في تطوير نفسه واستخدام مهاراته في خدمة الجيل الجديد من السحرة. النظرية دي بتقول إن نيفل رغم إنه ما كانش الولد المختار بالشكل اللي عرفناه في القصة، إلا إنه لعب دور كبير في تشكيل مستقبل العالم السحري بعد سقوط فولدمورت، وده بيدعم فكرة إنه كان ممكن يكون الولد المختار من خلال قيادته ومرونته في الأوقات الصعبة. نيفل استمر في مقاومة فولدمورت وأكلة الموت داخل هوجورتس رغم الظروف الصعبة جدا، وده بيدل على إنه كان مؤهل لتحمل المسؤولية الكبيرة اللي بتتطلبها النبوءة. النظرية هنا بتركز على إن نيفل كان ممكن يكون الولد المختار لأن عنده القوة والمثابرة اللازمة لإعادة بناء المجتمع بعد تدميره، وهي نفس الصفات اللي بتكون مطلوبة في الشخص اللي يقدر يهزم فولدمورت. النظرية الرابعة من النظريات القوية هي الرمزية العميقة للولد المختار. في السلسلة هاري بوتر دايما بيتم تصويره كبطل مغامر شجاع ومعاه فريق بيقف وراه دايما، لكن لو فكرنا شوية نيفل بيمثل نوع مختلف تماما من البطل، وهو البطل اللي مش بياخد اهتمام كبير في البداية، اللي الكل كان بيستهين بيه، لكنه في النهاية بيثبت نفسه. وده ممكن يخليك تفكر، طب هو نيفل كان محتاج ايه بس؟ نضارة مدورة عشان يبقى الولد المختار؟ لو نيفل كان هو البطل الرئيسي يمكن كنا هنشوف مغامرات أقل درامية، يعني بدل ما نلاقيه بيواجه التنين كنا هنلاقيه بينسى العصاية السحرية في البيت ويضطر يروح يرجعها قبل الدرس. لكن النظرية بتقول إن نيفل بالرغم من البدايات البطيئة كان بيمثل البطل اللي بينمو مع الوقت، اللي بيعتمد على قوة داخلية عميقة بدل من إنه يبقى قوي من البداية أصلا. الشخصية دي بعيوبها وتطورها بتعكس فكرة أعمق عن الولد المختار وعن معنى الكلمة دي.
إن القوة الحقيقية مش في البداية الصاروخية، لكن في القدرة على التغيير والتطور، وهنا نيفل بيعبر عن المعنى ده بطريقة مثالية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتكلمنا عن الأسباب المؤكدة والنظريات القوية اللي كانت ممكن تخلي نيفل لونج بوتوم هو الولد المختار بدلا من هاري بوتر. لو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا مواضيع أكتر عن عالم السحرة وكل اللي بنعمله هنا في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية، وكان معاكم ريكتر من قناة ريكتر داز إت، ولايتس أوت.